هل يوجد ارتباط زواج بين الجن والإنس عبر التاريخ؟ ما بين البشر قصص وحكايات كتيرة عن الجن، إن واحدة ملبوسة وعليه جنية ورافضة إن هو يتجوز واحدة غيرها، أو واحدة عليها جن وبيجبرها إنها تتجوزه، أو فعلا اللي حصل ما بينهم ارتباط. بطلة قصتنا ملكة سبأ، هل أمها كانت من الجن؟ وهل يوجد فعلا زواج ما بين الجن والإنس؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا، فتابعونا. بس ما تنسوش اللايكس والشير، ولو أول مرة متابع لقناتي ما تنساش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصلك كل حكاياتي. بلقيس، الاسم المركب من شقين. الشق الأول بلقي، هو نوع من أنواع الحجر الأبيض الساطع، والاسم التاني دلالة على ضوء الشمس، إشارة للشمس اللي كانوا بيعبدها قوم بلقيس قبل الإسلام. مقصود ببلقيس هي وهج الشمس، تم ذكرها في التوراة والإنجيل والقرآن بملكة سبأ. هي ملكة ملوك اليمن، اشتهرت بالحكمة والذكاء والدهاء، وكانت تسمى مكيدة عند الشعب الأثيوبي. عصرت الفترة الزمنية لحكم النبي سليمان عليه السلام، وقيل إن هي أنجبت منه ولد اسمه منيليك، جد ملوك أثيوبيا عبر التاريخ. في القرآن الكريم ذكرت قصة سبأ في سورة النمل، من خلال الحوار اللي ما بين نبي الله سليمان والهدهد اللي أخبره بوجود ملكة عظيمة بتسجد هي وقومها للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فأرسل لها رسالة ودعاها للإسلام، وأسلمت على يد سيدنا سليمان عليه السلام. ذكرت في التوراة إنها سمعت عن سيدنا سليمان فجاءت إلى إورشليم بموكب كبير محمل بالهدايا من الحجر والذهب. أما في الإنجيل ذكرت بملكة الجنوب. اختلفت جميع الروايات حول أصلها، وهل حقا جاءت نتيجة التزاوج بين الإنس والجن؟ جميع الروايات اتفقوا أن بلقيس جاءت نتيجة تزاوج أبوها الملك اليمني الملك الهرهاد من جنية، وأنجب منها بلقيس اللي حكمت اليمن من بعده. نشوان بن سعيد اليمني ذكر في كتاب حيمر أن الملك الهرهاد كان ملكا عظيما، لم يكن لديه ولد ذكر سوى بنته بلقيس اللي أحكمت من بعده. في يوم من الأيام خرج مع جيشه للصيد، رأى ذئب بيطارد غزالة، ألقى سهم على الذئب فخاف وابتعد عن الغزالة. المعروف عن الجن والشياطين إن هم بيخافوا من الذئاب لأنهم بتشوفهم وبتراهم وبتقتلهم على طول. قعد الملك الهرهاد يتبع الغزالة لحد ما اختفى تماما عن جيشه. فظهرت فجأة مدينة لم يتخيلها عقل بشر، من الإبل والخيل والأشجار والفواكه. اتهج بالملك الهرهاد من المدينة العظيمة اللي ما شافهاش قبل كده في المكان ده، وجاله راجل بيرحب بيه. سأله الملك الهرهاد ايه المدينة دي؟ قال له ان هي مدينة باري، اسمها بنفس اسم بلدك، وهي مدينة من الجان، وان بكون قليل ابن صعب ملكهم وصاحب امرهم. وهم بيتكلموا مرت كده جنبه امرأة في غاية الجمال، اتعجب الهرهاد من جمالها، فقال له ملك الجان ان كنت معجب بيها واحببتها فازوجها لك وهي بتكون بنتي. هو انت مش عارفها ولا ايه؟ رد عليه الملك وقال له لا دي اول مرة اشوفها. قال له لا دي الغزالة اللي انت انقذتها من الذئب، وانا هكافئك بالزواج منها، وان كنت تريد الزواج منها اجمع اهل بيتك وملوك قومك الشهر القادم ليشهد الله وملائكته على الزواج. وفجأة اختفت المدينة. مر الشهر وذهب الملك مع قومه وملوكه للمكان، وجدوا ان الجان بنوا لهم قصر حواليه زرع ونخيل ومية، اتعجبوا من جماله. نزلوا في القصر، احتفلوا بالفرح لمدة 3 أيام بلياليهم. انصرف قومه وعاش هو والجنية في القصر، وأنجبت له بنت اسمها بلقيس. لما اشتد المرض على الملك الهرهاد بعت لأهل المشورة إنه نصب بنته بلقيس على الحكم. رفض واحد منه بحجة إن هي بتكون واحدة، واقترحوا إن يمسك الحكم ياسر ابن عمرو. يقال بعد ذلك إن هي قتلته وتولت هي الحكم. الإمام القرطبي في كتاب تفسير الجامع الأحكام للقرآن قال فيه إن الهدهد أخبر سيدنا سليمان عليه السلام بامرأة تحكم أهل سبأ يعود نسل والدها لسامي ابن نوح، وكان والد بلقيس بيرفض الزواج من أي ملكة بحجة إن ولا واحدة عاجباه وإن هي ما تصلحش للزواج له، وتزوج من امرأة من الجان
ليس له ولد ولكنه لديه بنت اسمها بلقيس. عندما توفى أبوها الملك رفض القوم تنصيبها الحكم، وتولى الحكم ياسر ابن عمرو يقال له ابن عمها. فجر بنساء الشعب واغتصبهم، فغضبت بلقيس وعرضت عليه الزواج. قدمت له كاس من الشراب فيه خمر، دارت راسه من الخمر والسكر فقطعت راسه وعلقتها على باب القصر. فرح الشعب بذلك ونصبوها على الحكم وملكوها عليه. كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر نسب الملكة سبأ لأهل الجن، وقال إن الملك اليمن خرج للصيد وكان عطشان، وجد خيمة كده في وسط الصحراء فيها رجل طلب منه مية. دخلت عليه امرأة فائقة الجمال اسمها حسنة، ده من شدة جمالها كانت شبه الشمس. اتعجب بيها وطلب ان هو يتجوزها. رد عليه الرجل وقال له انها ابنته بس من الجان وليس من الانس، لكنه اصر على التزاوج منها، وفعلا تم التزاوج ما بينهم. لكن قبل الزواج شرطت عليه شرط، انه لو في يوم سألها هي بتعمل ليه كده كده هتهجره ويكون سبب في طلاقهم. فوافق الملك على طول على شرطها. وكانت الجنية بتتشكل للملك كل يوم بشكل جديد وثياب جديدة ومجوهرات جديدة، لحد ما أنجبت له ولد. وكان فرح به الملك فرح شديد وأقام له احتفال، أمرته بتوزيع ثياب ومجوهرات على الملوك والشعب. الجنية ذبحت ابنها وأشعلت النيران في الطعام وفي الثياب. الملك غضب شديد وكان هيقتلها، فسأله الوزير عن مدى حبه ليها، فرد الملك وقال له انه محب الشيء في حياته زي حبه ليها. فقال له خلاص انت المسؤول، انك اتجوزت من جنية وليس من جنسك، لعلها تريد انها ترحل. اتذكر الملك اياميها الشرط اللي شرطته عليها قبل الزواج، ان هي ما تسألوش، ان هو ما يسألهاش عن اي شيء بتعمله الا ان هي هتهجره وهتسيبه ويتطلقوا. اتراجع الملك ان هو يروح يسألها وهدأ. بعد كده انجبت منه مرة تانية بنت وطلبت منه الاحتفال. الملك كان غضبان جدا وراح لها ويسألها ليه انت ذبحت الولد اللي انا كنت بتمناه؟ بكت الجنية وقطعت ثيابها وحلقت شعرها. كان سؤال الملك كان بمثابة طلاقهم. رد عليه وقالت له إن أبوها كان بيسترق السمع من السماء، وسمع الملائكة وهي بتقول إن الله كتب عليه إن عاش وكبر إن هو هيذبحك في فراشك، ومن شدة حبي لك ذبحت ولدي عشان ما يكبرش، واضطر من حبي له أساعده في قتلك. أما حرق للملابس والطعام فابن عمي وضع السم عشان تموت انت وقومك. أما عن البنت اللي أنجبتها فصعد أبويا للسماء يسترق السمع من الملائكة، فلقاهم بيتكلموا عن الفتاة إنها تكون مباركة وإنها تورث الحكم من بعد ما اغتصبوا رجل لرجل فاسد، وإنها تكون ملكة اليمن وحضرموت والحجاز، وهتتجوز نبي من زمانها يقال له سليمان، بيملك وبيؤمر الجان والشيطان والرياح والسحاب، وبيفهم كلام الطير والوحوش، وهيكون في يده نص الأرض. فعاملها بخير أيها الملك، فلم تراني ولم أراك من بعد هذا اليوم. واختفت الجنية عن نظره. اتفق علماء الإسلام إن من يمكن وجود الجن هم منكرون لأصول الدين. وقال الشيلي إن علماء الإسلام اتفقوا على إمكانية التزاوج ما بين الجن والإنس، وده كان موجود في سورة الإسراء، لكن ما بيتمش التزاوج ما بينهم إلا لما الجان بيتشكل في هيئة بشرية. لكن جميع علماء الإسلام والفقهاء اتفقوا على حاجة واحدة بعدم مشروعية التزاوج ما بين الجن والإنس، لأن التعامل مع الجان بيعرض للإنسان للأذى. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكاياتي.